السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة المواجهة. الآن حلقتنا بعنوان من هم أعداء السعودية. أعزائي، هذه الحلقة المقصود منها كل أهلنا بالخليج العربي، لكن أخذ السعودية كمثال لأن هي الدولة الأكبر، وأيضا ممكن اعتبارها كدرس إرشادي لشباب هذه الأمة من أجل الحفاظ على حاضرهم ومستقبلهم. بعد هذه المحاضرة إن شاء الله أتوقع راح تميزون بين الصديق والعدو إذا شغلتوا عقولكم بطريقة سليمة وحكمتوا ضمائركم بشكل سليم. أعزائي، الأعداء ممكن أن نقسمهم إلى نوعين: عدو ضدك وعدو معك. العدو ضدك هو العدو اللي يواجهك مباشرة ويقاتلك مباشرة، عدو واضح يقاتلك من خلال السلاح، من خلال الاقتصاد، من خلال يحاربك اجتماعيا، يحاربك ثقافيا. اكو حروب كثيرة ممكن يواجهك بيها، وهذا عدو واضح، وهذا عدو اقل ضررا من العدو اللي معك. العدو اللي معك ممكن ان نقسمه ايضا الى نوعين: عدو محرض وعدو مخرب. الطرفين المحرض والمخرب يساندون بعضهم في تخريب الامة من الداخل، يسرون في عروقها سريان السرطان، يؤدون إلى تحطيمها داخليا بحيث أي عدو خارجي ممكن أن يسقطها بكل سهولة. العدو المحرض إخواني هذا يكون دائما عبارة عن صحفي، كاتب، مثقف، شخص له كلمة مسموعة بالمجتمع، يستغل هذا الموضوع لدعم العدو المخرب الداخلي. هذا الشخص مو شرط يكون ابن بلدك، وفي أغلب الأحيان ما يكون ابن بلدك لأن يكون خارج سلطة القانون. هذا الشخص دائما يمدحك ويزرع في داخلك الغرور والعظمة والتميز بحيث يورطك في مشاكل، ومن خلال زرع هذه الأمور في داخلك ممكن أن يجمع جمهور جيد ويبدي يحرض هذا الجمهور بطريقتين: الطريقة الأولى الكراهية، والطريقة الثانية خلق المشاكل. يعني يبدأ يزرع الكراهية بينكم، مثلا السعودية مثل ما حكيت، يبدأ يزرع مشاكل أو الكراهية بين السعودية وبين العراق، بين السعودية وبين مصر. العراق تعرفوه، وتعرفون شنو قال عمر بن الخطاب عنه، ومصر هي أم الدنيا. يعني مثلا ذني دولتين إذا قوى الأمة بخير، مثلهن مثل السعودية أيضا ومثل الدول العربية الكبيرة. هو دائما تلقون هذا الشخص يحاول يضرب هذين الدولتين بالسعودية، أيضا يحاول يشكك بين السعودية مثلا وبين إخوانها بالخليج العربي، هذا وياك، هذا ضدك، هذا يسوي كذا، هذا يعني يحاول يزرع الكراهية في داخل المجتمع، ويحاول دائما يخلي المجتمع يحس أنه هو الطبقة العليا، هو الطبقة المنتصرة دائما، وهو المتميز دائما. هذه الطريقة اخواني تزرع جنون العظمة بالإنسان وتؤدي به إلى المهالك دائما. هذا الشخص هو عبارة عن داعش يدعي الثقافة، يهيئ الأجواء المن إلى العدو المخرب. العدو المخرب عندما تكون الأجواء جاهزة في الداخل، الكراهية موجودة ضد الدول بالداخل، ممكن يجند الناس لمصلحة داعش مثلا، لمصلحة الإرهاب مثلا، لضرب الدولة نفسها، لأنه راح يصير في داخلهم اعتراض: ليش دولتنا مثلا تدعم مصر ومصر ما تساندنا؟ ليش دولتنا مثلا تدعم العراق والعراق بيه كذا وكذا وأعداء؟ إن فالشعب يكون مهيئ نفسيا لكراهية العراق ومصر. هنا العدو وين؟ العدو الخارجي اللي حكيت عنه بالنقطة الأولى، وهو العدو اللي ضدك، يحرض الناس لعمل مشاكل معك. والعدو الصديق اللي معك واللي صنفته إلى نوعين، هو المحرض والإرهابي، يحرض الناس للصدام مع العدو المباشر الخارجي. بهذه الحالة تبقى المشاكل وتبقى الأمة في حالة خراب مستمر، وتبقى خيرات الأمة تنهدر دائما. لذلك إخواني حاب أقول لكم بكل صراحة: أنتم عندكم عوائل، والدول دائما أمثلها مثل الأفراد لكن شكلها أوسع وأعقد. إذا اثنين من العائلة صار بينهم مشاكل، إخواني لازم واحد من الاثنين يكون عاقل، يكون الأعقل حتى تنحل المشكلة بين الإخوان، لأن الإخوان التنازل بيناتهم مو فد مشكلة. أيضا منو الشخص اللي يكون أعقل؟ دائما هو الشخص الأكثر تعليما والأكثر تثقيفا.
يعني إذا أخوان بيهم واحد جامعي يعني متعلم، وفي نفس الوقت مثلا أديب أو كاتب أو مثقف عنده نوع من الثقافة، والآخر رجل أمي غير قارئ خادعي رجال الدين مثلا، دائما اللي يقود عملية السلام ويقود المصالحة ويقود الأخوة ويقود عائلته هو الرجل المثقف. فلذلك أقول لكم بكل صراحة، أنتم يا أهلنا بالخليج العربي أكثر تعليما من العراق ومن مصر، وأنتم أكثر تثقيفا من العراق ومن مصر، لأن عندكم الأمية تقريبا انعدمت، طلابكم يدرسون بجامعات الغرب باستمرار. احنا للأسف الشديد الأمية بالعراق صارت واسعة جدا، وفي مصر كذلك. الفقر أيضا دمر الناس. مصر حكموها الإخوان خربوا كثير بها، العراق المعممين خربوا كثير بها. فلازم المبادر والأخ الأكبر يكون أنتوا لازم تبادرون، لازم تحتضنون إخوانكم، تسحبوهم بالكلمة الطيبة. احنا نريد نعيش بسلام، سلام أبدي، بحيث نورث الخير لأبنائنا، نورث الخير للأجيال القادمة. احنا مثلا أجيال اللي أعمارها صارت فوق 40 فوق 50 فوق 60، هذه الأعمار بدأت يعني تنطي الفرصة للأعمار اللي بعدها. الأعمار اللي بعدها أنتم يا شباب هذه الأمة، فلا تسمحون لأحد يخدعكم بكراهية أخوكم، لأنه أقسى شيء على قلب الإنسان أنه يكره أخوه. العراقي ترى أخوك، والمصري أخوك. احنا الدول ننشد أزر بعضنا حتى نبني بعضنا، حتى نبني مستقبل جيد. ما نسمح لشخص ملكوم أو شخص بلا وطن أو شخص يريد يثير المشاكل أو يريد يستفيد من إثارة المشاكل، ما نسمح لهذا يخترق داخلنا ويهيئ الأجواء للمخربين أن يخربون داخل وطننا. وأيضا إيذائهم راح يوسع للخارج وتصير ردود وردود أفعال. إخواني، المثقف الصالح هو اللي ينتقد بلده أولا، ينتقد نفسه. إذا لقيته مثقف ما ينتقد بلده وبشكل صحيح، مو نقد مجاملة، ويحاول يقولهم اوقفوا، هذول اخواننا بالنسبة لكم كخليجيين، الخليجيين اخواننا، يقولهم هذا الشخص لا تثقون به كثير. اذا شخص يحاول ينطيكم اكبر من حجمكم، والاحجام طبعا والقدر محفوظ للجميع، لكن اكبر من حجمكم من ناحية مثلا السلاح، القدرات التكنولوجية، الامور الاخرى، ويحاول يدفعكم للتعالي عن الناس، هذا لا تصدقوا، كنا بشر سوا. يحاول يزرع الكراهية في داخلكم، إياكم وقبول الكراهية. ما يقبل الكراهية غير الإنسان المتخلف بكل صراحة، الإنسان الجاهل ممكن خداعه بموضوع الكراهية. لا تكرهون إنسان. إحنا ممكن ننتقد، النقد وارد. الدول اللي ضد دولنا ممكن أن نرد الحرب حتى بحرب، يعني بكل أنواع الحروب، يعني ماكو مشكلة، لكن ما نكرههم، بالعكس نتمنى لهم الخير. في يوم من الأيام إذا تغير وضعهم حط إيدنا بإيدهم ونبني دولنا يا أخواني. صدقوني ماكو أقرب لدول الخليج العربي، بكل صراحة أقول لكم إياها، غير العراق والأحواز. هنا تكتمل قوتنا، ويجي بعدهن مصر. مصر أم الدنيا. أي شخص يقول لكم مصر مو أم الدنيا لا تصدقوه. ليش لا تصدقوه؟ مو لأن هي فعلا أم الدنيا، لكن أخوك ويحب يسمع هاي الكلمة منك، ليش ما تسمع إياها؟ سمعوها إلى ما بيها شيء. أخونا ويستاهل يصير أم الدنيا. إحنا أمة إذا نبقى بهذا الشكل ونسمح لأي شخص يفرق بيناتنا ويزرع الكراهية بيناتنا، صدقوني ما تقوم لنا قائمة. لازم نسمع بعض، نسمع النقد. كل إحنا ممكن نخطأ، ما بينا نبي في هذا العصر، وما بينا إنسان يعني عنده قدرات خارقة. كلنا نسمع النقد، كلنا نستفيد، كلنا نتعلم. الإنسان يتغير. الإنسان اللي ما يتغير جامد، هذا تكرمون حجارة، مو إنسان. كل إنسان يسمع ويتغير ويتطور، لازم يتعامل مع الحياة. فإحنا نتطور دائما إخواني باتجاه الخير مو باتجاه الشر. ابنوا أوطانكم، حبوا إخوانكم، تعيشون بسلام وبخير. تحياتي.